كوكو لي في ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في فيديو تاع اليوم راح نديروا لي ماش للسيده هذه البنات. كانت مخلطه في شعرها على هذيك وحدت لها لون الشعر قبل، اللي حاطه كيفاش توحدوا لون الشعر قبل ما ديروا لي ماش، او اللي يكون عندها شيب تاني ما ديرش لي ماش ديريكت. اللي يكون عندها شيب شعرات خفاف يعني غير خفيف تقدر دير لي ماش فوقه، بصح اللي يكون عندها الشيب من القدام بزاف يعني قوي لازم توحد لون الشعر عاد باش دير لي ماش، او توحد لون الشعر عاد باش دير كولير تاني الا حبت كولير واحد اخر. المهم لازم نوحدو لون الشعر ردو شاطئ نعطوه اللون الطبيعي. النيميرو اللي درتها لها هنا البنات درت لها نيميرو 6. كانت احدى المشتركات سالتني في لي كومونتير قالت لي عندي الشيب وبغيت ندير لي ماش. لا قالت لي درت لي ماش فوق الشيب وما خرجتليش، بقات لي ماش تبان لها. هذه هي الغلطه اللي دارتها. لازم توحدي لون الشعر تعطي لا كولير تاع شعرك عاد من بعد كي تخدمي فوقه لي ماش. بون نبلاصو البوني. احنا قلت لكم اني وحدت لها لون الشعر باسكو شعرها كان فيه شيب وفيه لا كولير، وحدت لها لون الشعر بنيميرو 6. شفته لها غير ابين هكا بسيشوار، من بعد كينا بدينا نسحبو في الشعر. نبلاصو البوني تاعنا ونسحبو. انا مانيش نسرعت لكم البنات الفيديو بزاف ان شاء الله، غير ما تملوش مني برك. يعني الفيديو فيه حوالي 8 دقائق، ما لازمش نطول بزاف. قوانين اليوتيوب يعني ما لازمش نطول الفيديو بزاف. اوكي نبدو نكملوا الجهه الزوجه. كملنا الكوتي هذا وراني في الكوتي الزوج. دائما نسحب البنات قلت لكم نبدو من الجهه الاماميه. حاولوا تقولوا للزبونه تشد لكم البوني باش يخرج لكم من لاغاسين، ما يبقى لكمش من بعد في لاغاسين نوار. كشغله كي دايرتها في شهرين ولا 3 تبان لي ماش تاعك هابطه، تبان قديمه ما تبانش جديده. انا قريبا نكمل راني في عند الاذنين عند النواظر كيما يقولوا. وكاين بونيات البنات فيهم السبته هذيك كيما قلت لكم، كاين السبته تنقفل عند الرقبه يعني بلا ما تشد لك الزبونه البوني. مي شويه غاليين هذوك. غاليين وكاين اللي ما تبغيش. انا عندي واحد ما نستعملش، ما كي تحزمي تحت الركبه الزبونه تقول لك جيفتيني ما تقدش. على هذيك من الاحسن تشدها بيديها. نستعمل البونيات اللي ما فيهمش القفله. نوريه لكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. دونك راني في الكفا خلاص كملت، راني في الركبه مره والكاع الجهه الخلفيه للراس. جبتهم لها خفاف شويه البنات باسكو عندها شعرها خفيف ما راش قوي. كما قلت لكم دائما البوني استعملوه على حساب الشعر تاع الزبونه. اللي يكون شعرها قوي نديروا لها بوني فيه التقابي بزاف باش نجيبوا لها شعر بزاف. هذه شعر تاعها خفيف استعملت لها البوني هذا للشعر الخفيف. بعد نمشطوه كما شفتوني بلا بغوص باه يخرج لنا من الغاسين. وراني في البنات راكم تشوفوا فيا كاش تقباني نسيتها ولا نزيد نخرجها، ولا كاش تقبه تكون خفيفه نزيد نقويها تاني. دونك هنا البنات استعملت لها شيك نورمال تاعنا تاع البلاد. في كل ملعقتين نديرو 3 دوزات، يعني في كل كيلة بودر نديرو 2 كيلات لوكسيدون. باسكو الا درتي كيلة لوكسيدون وكيلة بودر راح يجيك ناشف بزاف تقدريش تابليكيه.
المشتركات اللي راهم يدخلوا معايا جداد نقول لكم مرحبا بكم. ان شاء الله تلقوا مواضيع مفيده ان شاء الله في القناه تاعي، ان شاء الله تستفادوا منها وتدعوا لي دعوه خير. اي حاجه تحبوا تعرفوها حطوا لي في الكومنتير وانا نحاول نجاوبكم على الاسئله، يعني على حسب الشيء اللي نعرفه وعلى حسب المعلومات اللي راني يعني على حسب المعلومات اللي نعرفها، بس كل حاجه ما خدمتهاش وما نعرفهاش ما راحش نهضر عليها بيان سور. نزيدو الكوتي هذا البنات. هنا طول الشعر معايا خدالي قريب ساعه، بصح معليش باسكو الشعر تاعها يعني صحي. اللي يكون شعر تاعها رهيف ومريضه او تستعمل اي دواء يعني يطيح لها الشعر كيما الدواء تاع العبره ولا الدواء تاع الانيمي يطيح الشعر اللي تكون فيها هاد الامراض، الشعر تاعها يكون رهيف ويطير بالخف. حاولوا ما تخلوهاش تطول بالبرودوي. انا خليتها طولت البنات خاطش كيما قلت لكم كانت مخلطه في شعرها وزدت درت لها لا كولير، يعني ديفيرونس بين تخدمي على شعر طبيعي وتخدمي على شعر مسبوغ ماشي كيف. دونك كملت لها نغطيه بصاشي بيان سور باش ما ينشفناش. راح ندخلها تحت الكاسك بعد ساعه الا 5 دقائق. شوفوا الريزلت كيفاش خرجت. هنا البنات راني درت لها زوج تاع ليكوش، يعني ماشي غير المره اللي شتوني درتها الخطره الاولى وغسلت لها خطاتني هاد لاكولر، لا خليتها حوالي 45 دقيقه عطاتني لاكولر اورانج. ما حبش شعرها ياخذ لي درجه سحب لي كنت باغيتها باسكو قلت لكم الشعر كان مسبوغ كنت بغيتها ديجا قبل. عاود غسلته وزدتها الكوش الزاوجه خليتها فيها ربع ساعه عطاتني هذا النتيجه. علاش غسلت لها؟ بالك كاين شي البنات يتسائلوا يقولك علاه ما خليتي لهاش البرودوي اللي درتي خطر الاولى، يعني خاطش 45 دقيقه المفعول تاعه صايروح، يعني ما راحش يزيد يسحب يعطينا درجه السحب اللي رانا باغينها. على هذيك غسلته وعاودت. هاي الريزلتا كيفاش خرجت. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم البنات. نشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه والى اللقاء.